السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، كيف حالكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. واحد الموضوع يحيرنا جميعا كمغاربة. ديما كنطرحوا السؤال: علاش المسؤولين ما كيتصنتوش لينا؟ علاش المسؤولين كيديروا اللي بغاو؟ علاش المسؤولين كيوصفونا بشي أوصاف يعني كطيح من قيمتنا ومن كرامتنا؟ كل واش كيقول المهابيل، اش كيقول المداويغ، شي تيقول واحد كيقول شي مغاربه كلاب شي. المهم انه يعني المسؤول غير كيتحسن كيعرف راسو راه ما يقدرش، يعني القضاء ما يقدرش يدير ليه والو، وكيبدا كيهضر وكيبدا كيحتقر يعني، وكيدير الطريق للنهب والسرقه وهذا، وكيدي المشاريع وكيدي الصفقات ولكن شنو السبب؟ انا في نظري يعني بلا ما نطولوا في نظري على حسب يعني ما خلصت لي من خلال تجربتي الصغيره المتواضعه. هذا السبب هو ما نعيشه نحن وحنا ما كنعترفوش بالقانون، لا نحترم القانون، وخير دليل هو ما نشاهده على الطرقات. كنشاهدوا يعني بنادم ما دايرش كاع القانون في باله، وخصوصا الا خلينا اصحاب الدراجات، يعني الناس الضعاف، اصحاب الدراجات ولا حتى اصحاب السيارات، البعض منهم لا يحترم، وبالتالي هذا الشيء كيخلي هاد الناس هادو كيعتبروا بان واحد ما كيحترمش القانون، واحد ما يعني ما عندوش قيم، ما عندوش بطبيعة الحال، راه كيف الاخر كينظر ليه واحد النظرة طايحة. وداك الشيء علاش هما كيتطاولوا علينا وعارفين بان راه حتى واحد فينا ما يقدر يدير شي حاجة، حتى واحد ما عنده يعني ما يقدر يدير والو، حيت لا خبرة له لا في القانون، وما عندوش هذاك الهاجس اصلا. صافي يعني كل واحد منعزل بوحدو، كل واحد بديه في سوق راسو تابع الطرف ديال الخبز، لان ما كتشوفوا او ما كيرغموا الناس باش تباع الطرف ديال الخبز بلا ما تغوت بلا ما تهضر، لان كاين الغلاء، كاين بزاف ديال الحوايج، وتا الا هضرتي خلاص شي وحدين اللي الناس اللي واعيين وعارفين هذا اللي تكلم هانتوما كتشوفوا المتابعات والاعتقالات وهذا. علاش؟ لان هادو قلال ومعزولين، والناس الاخرين اللي تالفين راه ما عندهم سوق، اللي تشد هو هذاك، اللي تطلق هو هذاك، ما كاينش. هذا هو السبب، كنقولوا سبب خلانها، ولا سبب علاش حنايا هكا شي كينهب وشي كيسرق وشي كيعاير وشي هذا وشي راه تالف وغادي وما يعني ما عرفتش كيقلب على طرف ديال الخبز وصافي، ما تيهموش لا بلاد لا وطن لا يعني بلادنا واش تقدم ولا هذا لا شيء والو. لهذا الله يجازيكم بخير، انصح نفسي وانصح نبداو نحترموا القانون، نبداو يعني نتكافلوا فيما بيننا، نتضامنوا فيما بيننا، واكثر حاجه هو الاعتراف بالقانون. خصنا نبداو نطبقوا القانون في كل شيء. قوانين راه عندنا قوانين ديالنا نبداو نطبقوها، ما كتضرناش الا طبقنا القوانين، ما كتضرناش حنايا. اذا هكذا راه حتى الاخرين غادي يردوا بالهم، غادي يعرفوا بان هناك شعب واعي، شعب متحضر، شعب يحترم القوانين. وكنظن راه يعني ما يقدرش شي واحد الا عارف بان كاين شعب وكاين ناس اللي واعيين وهادو، راه ما يقدرش يتطاول عليهم وما يقدرش يدير دوك التجاوزات. هادشي اللي كنعيشوه دابا. نتمنى تكون الفكرة ديالي في المحل ديالها، وأشكر لكم إنصاتكم. شكرا لكم.